فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الفل والروقان، معاكم مونيكا ميشيل، وجه وقت نعرف حل طبق امبارح، والحل هو فيلم حرب الفراولة. ودلوقتي هنعرف فزورة النهاردة ونكشف الطبق اللي جواه أكلة مفنونة كلها حاجة تتلف وتتلم من غير خيط، طعمها ناعم ويفرح أي بيت، حلوة تدخل القلب قبل اللسان، تسعد الطفل والكبير كمان. لو فصلناها الأولى منها من الشعر كلام حلو وجميل مش أليم، إحساس يتعاش من زمن قديم، بين الريحاني وضحكة ليلى يبان. كلمتين لو جمعت الحلو مع الإحساس هتعرف الفيلم من غير ما تحتاس. وحالا هنسيب الفزورة المفنونة على جنب وهنعرف عن أكلتنا معلومة. هنرجع بالزمن مع بعض ل 1904 وهنروح أمريكا. هتشوف هناك دكتور سنان اسمه ويليام موريسون، راح بفكرة لحلواني اسمه جون وارتن، واخترعوا مع بعض أحلى حاجة فعلا، أكلة فعلا حلوة حرفيا. والغريبة إن هو دكتور سنان وكتر أكلها أوتوماتيك بيبوظ السنان. المهم هتشوفهم بيعملوا جهاز بيشتغل بالكهرباء في مكان صغير كده سخن جدا، بيسخن حاجة اللي هي المكون الأساسي للأكلة دي، وهوا بيطلع قوي جدا، وفي الآخر بيطلع لنا حاجة اسمها فاري فلوس اللي هو نسيج حرير الجنيات. اسم غريب بس ده كان اسمها الأول قبل ما يكون اسمها. هي دي أكلتنا لو عرفتها وكمان وصلت لحل الفزورة اكتب تحت في الكومنتس. وهنا خلاص شبعنا وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنى بكرة أول ما تدق 7:30 بالظبط هاجي ومعايا الحل وكمان فزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير أكلة مفنونة.